مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ في الحلقة دي هنتكلم مع بعض على اهم او اشهر طرق النصب اللي بتتم فيها سرقة فلوس الناس عن طريق عمليات احتيالية هنشوفها دلوقتي مع بعض. بتتم كتير والموضوع انتشر، وطبعا في وسط الظروف الحالية اللي موجودة والأزمة اللي احنا فيها هتلاقوا الموضوع ده بيكتر كتير. فركزوا معايا عشان تاخدوا بالكم، علشان ما تكونوش فخ لأي حاجة من دي، ونبهوا بقية الناس سواء أهلكم وبالذات الناس الكبيرة. أحيانا كتيرة مش بتكون عارفة البيانات دي. بشكل عام عشان تفضل في أمان بعيدا عن الحاجات دي. البنك عمره ما هيسأل حضرتك على رقم البطاقة أو الرقم اللي في ظهر البطاقة أو أي بيانات خاصة بكده. البنك عمره ما بيعمل كده إلا في بعض البنوك بس عندها سيستم لسه متأخر شوية، ممكن تسألك على الرقم اللي على البطاقة من قدام بس كده. بس طبعا تكون انت بتكلم البنك نفسه وهو يسألك عليها، والكول سنتر الخاص بالبنك. غير كده مفيش اي شخص هيكلم حضرتك من اي بنك او اي جهة موجودة يسألك على بيانات بطاقتك او الرقم اللي في ظهر البطاقة او الاسم او اي شيء من هذه الحاجات اللي بتحصل يعني. طيب خلينا نبدأ سريعا كده مع بعض. أول حاجة إيه؟ أول حاجة واللي هي الشهيرة شوية، الرسالة اللي هتظهر لكم دي اللي هو تم إيقاف حسابك البنكي برجاء التواصل معانا، أو تكلمنا، أو أي صيغة بقى مختلفة تكلمنا علشان إعادة تفعيل الحساب البنكي مرة تانية. طبعا زي ما انتم شايفين الرقم أصلا اللي باعت بيكون هو رقم 010 011 012، فواضح إن هو مش رقم بنكي أبدا، لأن أرقام البنوك بتظهر باسمها ما بتظهرش كده. بتلاقي مثلا مكتوب البنك الاهلي بنك مصر كده، لكن عمر ما البنك ابدا هيبعت لك رساله من رقم 012 و010، ما وصلش للدرجات دي يعني. فطبعا ناخد بالنا من الرسائل دي رسائل نصب تماما، وهتلاقي ما فيش اي حاجه هتكون حصلت على الفيزا بتاعتك او الكارت بتاعك او اي شيء. هو بس يعني بيلعب على العنصر البشري هنا، بيلعب عليه ان هو ينخدع بالرساله دي ويكلمه، فيبدا يساله على بيانات ويوهمه ببعض البيانات. لما يكلمه طبعا هيبدا يقول له طب انت اخر معامله عملتها ايه؟ احنا من البنك المركزي، احنا من جهه مش عارف ايه، بنأكد معاك اخر معاملات تمت على الكارت، وهكذا. يبدا الشخص التاني ده يغلط ويبدا يديله بيانات اللي على وش البطاقه، ال 16 رقم اللي بيكونوا على وش البطاقه والثلاث ارقام اللي في الظهر. كده شكرا، المعامله تمت. ولو جبت مين، لو عملت شكوى في البنك نفسه، مش هتقدر تاخد فلوسك تاني، لان انت اللي اديت لهم الارقام دي. الكارثه كلها في الرقم اللي بيجي لك بعد المعامله دي. بيجي لك على الموبايل بتاعك اللي هو اسمه الاو تي بي. لو انت اديت لهم الرقم ده خلاص كده المعامله تمت بشكل كامل من الالف للياء، وانت اللي اديت صلاحيه ليها كمان بخطأك ده. فالبنك حتى مش هيقدر يقف في صفك في الجزئيه دي، لان انت انخدعت واديت لهم البيانات بشكل كامل، فانت مسؤول عن البطاقه دي. طيب نيجي للحاجه التانيه. الحاجه التانيه ان مكالمه بتجيلك بيقول لك انا مش عارف من البنك المركزي، احنا بنعمل تحديث للبطاقات، ونفس السيناريو بيتكرر بالظبط. بيعمل لك اي حوار، انت اخر معامله عملتها ايه، اخر معامله تمت على المكنه ايه، اخر معامله على الفيزا ايه. بعد كده بتلاقيه بيسالك على بيانات البطاقه، مجرد ما بتديله بيانات البطاقه بتلاقي الخصم تم على البطاقه في نفس اللحظه، ونفس القصه بتتكرر. في الفتره الاخيره اللي كان فيها المفروض اللي ينزل اللي هي الفلوس الشهريه اللي كانت بتنزل للعماله غير المنتظمه، برضو في اشخاص للاسف الشديد استغلوها وبداوا يتصلوا بالناس يقولوا لهم ان احنا هننزل لكم الفلوس دي، ويدوا لنا رقم الفيزا عشان نقدر ننزل لكم الفلوس دي على حساباتكم. طبعا للاسف الشديد في بعض الناس بتنخدع، هو بيقعد يجرب المعاملات لحد ما يلاقي المعاملات بتتم معاه. الشخص التاني او الطرف التاني او النصاب ده بيحاول يجرب المعاملات لحد ما يلاقي في معاملات بتتم معاه على الكارت، بيخصم المبلغ وخلاص وبيقفل الخط. فخدوا بالكم من الحاجات دي، احتمال تكون منتشرة خلال الأيام دي كتير خاصة في الظروف الحالية. فخدوا بالكم، وعوا الناس وبالذات الناس الكبيرة، عرفوهم. والناس لو في ناس مش متعلمة حاولوا تقولوا لهم أو تفهموهم يعملوا إيه بالظبط. وربنا يحفظنا إن شاء الله كلنا. تابعونا علشان الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هتكون مهمة ونصايح في الأزمات الحالية.